كده حطها شعار لحياتك، تلاقي حياتك بإذن الله كلها نجاح. ألا وهي: وإذا دعيت إلى أداء فريضة فانشط ولا تك في الإجابة واني. بالراحة أفهمك يعني. وإذا دعيت إلى أداء فريضة، إن إحنا بندعوك لأداء فريضة، زي فريضة أهم فريضة الصلاة. فإذا دعيت إلى أداء فريضة فانشط، خليك نشيط، ولا تك في الإجابة واني، يعني لا تتأخر. يعني تسمع الله أكبر الله أكبر، قوم سيب كل شيء وافهم الكلمة الله أكبر الله أكبر، يعني ربنا سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء موجود في حياتك. فتقوم عشان تخضع لربنا سبحانه وتعالى وتسمع وتطيع وتستجيب. وقوم لأن ربنا سبحانه وتعالى مش محتاجك، أنت اللي محتاج لربنا. أنا وأنت اللي محتاجين ربنا، مش ربنا اللي محتاجنا. صح؟ سيدنا موسى قال إيه في سورة إبراهيم؟ سيدنا موسى قال إيه؟ وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ربنا سبحانه وتعالى غني عننا كلنا، لكن إحنا اللي محتاجين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهنا أول ما تدعى إلى فريضة قوم واعملها على طول، ما تقعدش تتأخر وتسوف فيها. ليه يا صديقي؟ لأن عدوك الأول هو التسويف. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال قال: الصلاة على وقتها. ليه يا جماعة؟ أول ما يدن المؤذن فأنت تقوم وتصلي بتحس إن الصلاة خفيفة. كل ما بتتأخر بتبدأ تتقل وممكن في بعض الأحيان تسيبها. طب وده مستر ده علاقته بالعبادة، أنت بتقول لي إن ده شعار للحياة. أيوة يا صديقي، المحاضرة لما تتذاكر أول ما تنزل هتحس إن المحاضرة خفيفة. هي نزلت النهارده وانا بفضل الله خلصتها النهارده وهحل الواجب بالكتير بكره، فتحس الموضوع خفيف وانت بتذاكر مبسوط، مش حاسس ان في هم على قلبك. طب لو اخرتها، لما بتبدا تاخرها واحده واحده بتحس انها تقلت عليك. امتى بقى اخلص محاضره خالد صقر؟ دي محاضره طويله قوي مش هتخلص. بص، ويبدا الشيطان يخش لك من الباب ده. زود عليها بقى كمان ان انت لما اتاخرت خلاص، ما انت كده بتبدا بقى ايه، مش مشكله طب نبقى نذاكرها مع محاضره الاسبوع الجاي. وهنا يا صديقي العزيز يبدا المراكمه والتسويف. والتسويف هو العدو الاول للنجاح. عدوك الاول عشان تنجح انك انت عمال تاجل، كل يوم عمال تقول بكره 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 بكره. لا مش بكره، الان دلوقتي. انا هتغير من دلوقتي، انا هذاكر دلوقتي. طول ما انت بتذاكرها في بدايتها اول ما نزلت اعرف كده ان انت باذن الله ماشي على خطى صحيحه. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى جه يصف بعض المؤمنين واهل الصلاح قال لك ايه بقى في الخير؟ وهم في الخير ما بيعملوش خير وخلاص، قال لك انهم كانوا بص يسارعون في الخيرات. شوف الكلام مش بس بيعملوا الخير، يسارعون فيه، يسارعون في عجله في ان هو يعمل الخير. فلما تيجي تقوم عشان تعمل فريضه زي فريضه الصلاه، فريضه العلم، كل هذه الفرائض، خلي قاعدتك: واذا دعيت الى اداء فريضة فانشط ولا تك في الإجابة واني. اوعى تتأخر، لأن التأخير ده هو اللي بيجعل دايما المرء يتراخى ويأجل لحد ما يصبح من الناس الكسالى اللي ما بيحققوش نجاح. في النهاية يا صديقي العزيز، نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن تكون هذه السنة سنة سعادة وخير وتوفيق ونجاح وسداد بإذن الله تعالى. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن ييسر لكم كل عسير، وأن ينفع بكم، وأن يستعملكم ولا يستبدلكم، وأن يرفعنا ويرفعنا بهذا العلم، وأن يجعل عملنا وإياكم خالصا لوجهه الكريم. خالص دعواتنا لكم بالسداد والتوفيق والقبول. نراكم دوما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.